مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير. من الفضائية الإريترية أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار لهذا المساء، أستهلها لكم بأبرز ما جاء فيها. عقد المؤتمر الرابع لجمعية الكتب والمعلومات الوطنية. جهود فعالة لمكافحة دودة الحشد الخريفية في عنسبة. دورة تأهيلية لمربي النحل في مديرية دبروة. الرئيس الصيني ينتقد السياسات التجارية الأنانية وقصيرة النظر. حريق في مخزن لصناديق الاقتراع في بغداد. وترامب يصل سنغافورة لعقد قمة تاريخية مع زعيم كوريا الشمالية. كانت تلك عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل. عقدت جمعية الكتب والمعلومات الوطنية في 9 من يونيو الجاري في مؤتمرها الرابع في العاصمة أسمرة. وألقى المدير العام لقسم التعليم العام في وزارة التعليم السيد موسى حسين نايب كلمة الافتتاح، أوضح فيها بأن الجمعية تعمل في إعداد مسودة سياسة ولوائح المكتبات، وكذلك تجري بحثا لدراسة أوضاع تلك المكتبات بواسطة تقديم دورات مهنية وإدخال مكتبات تقنية وتطوير المكتبات الأهلية، بالإضافة إلى بدء دراسة البكالوريوس فيما يتعلق بالمجال، مما لعب ذلك دورا كبيرا لإنجاح البرنامج. وقالت رئيسة الجمعية السيدة أزيب تولدة إن الجمعية ومع كافة تحدياتها ظلت تنشط في توسيع المكتبات وتنمية المهنيين ونشر الكتب وتوثيق المنشورات الهامة وإحياء ثقافة القراءة، موضحة أن الاهتمام الزائد الذي أبداه الشباب في المجال يعزز الفخر والاعتزاز. وقدمت في المؤتمر تقارير عامة للجمعية، وكذلك تقرير للتحرك المالي والمراجع، وتقارير أنشطة الجمعية في الأقاليم، وانتخاب لجنة تتابع إصلاح دستور الجمعية، بالإضافة إلى كلمات حول الموروثات الثقافية وقانونيته. واختيرت لجنة تتكون من 13 عضوا لإدارة الجمعية. وألقى المدير العام لقسم الأبحاث وتطوير الموارد البشرية في الوزارة السيد بطرس هايلا مريم كلمة الاختتام، أوضح فيها أن الجمعية ظلت تسير مهمات ناجحة في تعزيز فهم المجتمع في المكتبات وأهميتها وحفظ المستندات، معربا عن أمنياته الطيبة لتعزيز الشباب وخاصة المتخرجين بالمجال والمجالات المرتبطة به دورهم الهام لإنجاح البرنامج هذا. وتأسست جمعية الكتب والمعلومات الوطنية في شهر فبراير من العام 2000. خرجت مدرسة حقات الزراعية الفنية 128 طالبا بدرجة الشهادة في 7 من يونيو الجاري في 4 مجالات لسنتين. وقد تخرج 22 من الطلاب في الزراعة الآلية، و37 في علم الحيوان، و37 في علم النباتات، و32 في علم التربة والمياه والتنمية المروية. وأوضح مدير المدرسة في مراسم التخريج السيد إسياس تقاي أن جهودا قوية تبذل لاكتساب الطلاب القيم والمعرفة الجيدة، مؤكدا متابعة الطلاب للدراسة باهتمام كبير وجيد. وأشاد المدير العام لقسم التعليم والتأهيل المهني والفني في وزارة التعليم السيد تسفاي سيوم بمساهمة مدرسة حقات الزراعية الفنية لتنمية القدرات البشرية، داعيا الخريجين لتطوير التأهيل الذي تلقوه بالعمل الدؤوب وضمان مستقبلهم والمساهمة بدورهم في برامج التنمية. وخرجت مدرسة حقات الزراعية الفنية في 18 دفعة 2417 طالبا، بينهم 873 طالبة في مختلف المجالات المهنية. نظمت دورة تدريبية نظرية وتطبيقية للمزارعين النموذجيين في مديرية عدقيح حول مميزات واستخدام السماد الطبيعي ودوره لرفع الإنتاج. وتركزت الدورة على المواد المطلوبة لإعداد السماد الطبيعي وسبل إعدادها بهدف تعريف المزارعين أهميتها واستخدامها. وأوضح خبير حماية التربة والمياه والتنمية المروية في المديرية سيد ملقتا فتوي أن السماد الطبيعي مميز أكثر من السماد الطبيعي لإخصاب التربة وإنتاجيتها والحصول بسهولة لمواده من النفايات وفضلات الماشية.
وقال إن السماد الطبيعي له أضرار أكثر من الفوائد، مؤكدا تواصل جهود تنوير المزارعين بالسماد الطبيعي وكيفية إعداده. أوضح المزارعون بأن توجيه وإرشاد خبراء الزراعة يثري تجاربهم وله فوائد كبيرة في أنشطتهم الزراعية. نظمت في 6 من يونيو الجاري في مديرية دباروا دورة تأهيلية لجمعية تربية المناحل لتعزيز معارف الأعضاء وتطوير الأنشطة الجارية في المجال. وتركزت الدورة المنتظمة نظريا وتطبيقيا وحضرها الخبراء في نوعية المناحل ومميزاتها وأسلوب الاستفادة من المناحل العصرية والتقليدية وفق الزمن والبيئة، بالإضافة إلى رعاية النحل والعسل. وقال رئيس الجمعية السيد سلمون رؤسوم إن الدورات المنتظمة والسمينارات المعقدة ظلت تلعب دورا كبيرا في تعزيز معارف الأعضاء ومضاعفة الإنتاج، مناشدا الأشخاص الذين يقومون بتربية النحل الانضمام إلى الجمعية لزيادة الإنتاج الفعال. وأوصى المشاركون بدورهم استمرارية مثل هذه الدورات الهامة، مطالبين باكتمال متطلبات المناحل. وتضم جمعية تربية النحل في مديرية دبارو والتي تأسست في شهر فبراير المنصرم من عام 2018 81 عضوا. أعزائي المشاهدين، كانت تلك الأخبار الداخلية. فاصل قصير وأوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الأحد إن بلاده ترفض السياسات التجارية الأنانية وقصيرة النظر، ودعا إلى بناء اقتصاد عالمي مفتوح. وتخوض الصين نزاعا تجاريا عالي المخاطر مع الولايات المتحدة، لكن شي لم يشر إلى الولايات المتحدة خلال كلمة ألقاها في اجتماع قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وهي تكتل أمني تقوده الصين وروسيا. وقال شي في كلمة في مدينة تشينغ داو الساحلية: نرفض السياسات الأنانية وقصيرة النظر والمغلقة والضيقة، ونؤيد قواعد منظمة التجارة العالمية، وندعم وجود نظام تجاري متعدد الأطراف وبناء اقتصاد عالمي مفتوح. وهددت الولايات المتحدة والصين بفرض تعريفات تجارية متبادلة على سلع تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار لكل منهما، مع حث الرئيس دونالد ترامب بكين على فتح اقتصادها بشكل أكبر ومعالجة العجز التجاري الأمريكي الضخم مع الصين. وتحدث شي بعد ساعات من إعلان ترامب انسحابه من بيان مجموعة السبع، محبطا ما بدأ أنه توافق هش بشأن نزاع تجاري بين واشنطن وأكبر حلفائها. قالت وزارة الداخلية العراقية ومسؤول محلي اليوم الأحد إن حريقا شب في مخزن لصناديق أوراق اقتراع الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو أيار، وأن فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على النيران. وصناديق الاقتراع جزء من عملية إعادة الفرز اليدوي للأصوات في الانتخابات، وكان البرلمان قد أقر يوم الأربعاء قانونا بإعادة فرز الأصوات يدويا على مستوى البلاد. وقال محمد الربيع عضو محافظة بغداد: مخازن وزارة التجارة التي بها كل صناديق الرصافة الآن تحترق. وأضاف: الدفاع المدني جاء ليطفئ ويطلع هذه الصناديق، كل الصناديق والأوراق احترقت. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الحريق أتى على بعض الوثائق والأجهزة، لكن فرق الدفاع المدني تحاول منع امتداد النيران إلى صناديق الاقتراع. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سنغافورة اليوم الأحد استعدادا للقمة التاريخية التي يعقدها مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون حول مستقبل ترسانة بيونغ يانغ النووية. ووصل ترامب إلى قاعدة بايا ليبر الجوية في سنغافورة متطلعا لتمهيد الطريق لاتفاق نووي مع أحد ألد خصوم الولايات المتحدة، وجاء ذلك بعد خلاف في اجتماع في كندا مع بعض من أقرب حلفاء واشنطن أدى إلى زيادة التوترات في العلاقات التجارية العالمية. ورد ترامب على سؤال من أحد الصحفيين عن شعوره إزاء القمة قائلا: جيد للغاية، فرصة لن تتكرر للسلام بين بلاده وكوريا الشمالية. ثم استقل سيارة كانت في انتظاره. وسيلتقي ترامب وكيم يوم الثلاثاء المقبل على جزيرة سنتوسا للمحادثات، وهي الأولى على الإطلاق بين زعيمين للولايات المتحدة وكوريا الشمالية. كما وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى سنغافورة اليوم الأحد قبل قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما تنهي خلافا نوويا بين الخصمين القديمين وتغير شكل البلد الآسيوي الفقير المنعزل.
وسيدخل ترامب وكيم التاريخ بمجرد أن يلتقي على جزيرة سنتوسا السياحية يوم الثلاثاء. فالعداء قائم بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية منذ الحرب الكورية بين عامي 1950 و 1953، ولم يسبق أن اجتمع رئيس أمريكي بزعيم كوري شمالي قط أو تحدث حتى عبر الهاتف. ويرافق ترامب على متن طائرة الرئاسة الأمريكية وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي والمتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز. أعزائي المشاهدين، بهذا قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء من الفضائية الإريترية. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم بخير، إلى اللقاء.